مرحبا بكم جميعا. اليوم نتحدث عن موضوع يمس حياتنا اليومية ويؤثر على مستقبلنا جميعا. تخيل معي عالما تديره الآلات والروبوتات، حيث تحل محل العنصر البشري في معظم الوظائف. هذا ليس خيالا علميا، بل واقع نعيشه الآن. الشركات الكبرى بدأت تستبدل موظفيها بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة، وأصبحت الاجتماعات افتراضية، والتواصل المباشر أصبح نادرا. لكن ما يثير القلق حقا هو التأثير العميق لهذا التحول على حياتنا الاجتماعية. العائلات التي كانت تجتمع حول مائدة الطعام أصبحت متفرقة، كل فرد منشغل بعالمه الافتراضي. زملاء العمل الذين كنا نتشارك معهم القهوة والأحاديث اليومية استبدلتهم شاشات باردة وردود آلية. لكن دعونا نتوقف لحظة ونفكر، هل هذا ما نريده حقا؟ هل نريد أن نفقد تلك اللمسة الإنسانية التي تميزنا؟ الذكاء الاصطناعي أداة رائعة للتطور والتقدم، لكنه لا يمكن أن يحل محل الابتسامة الدافئة أو المحادثة العفوية أو الشعور بالانتماء الذي نحصل عليه من التواصل البشري. نحن بحاجة إلى إيجاد توازن صحي يمكننا الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على علاقاتنا الإنسانية. ما رأيكم أن نخصص وقتا يوميا للتواصل المباشر مع العائلة والأصدقاء؟ أن نعود للقاءات الحقيقية في العمل، أن نجعل التكنولوجيا تخدمنا بدلا من أن نكون عبيدا لها. المستقبل ليس حتميا، بل هو ما نصنعه بأيدينا. دعونا نختار مستقبلا نحافظ فيه على إنسانيتنا وعلاقاتنا الاجتماعية مع الاستفادة من التطور التكنولوجي بشكل متوازن. شاركوني آراءكم في التعليقات. كيف تحافظون على علاقاتكم الإنسانية في عصر التكنولوجيا؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة كل جديد. نلتقي في الفيديو القادم. دمتم بخير.